مرحبا، معكم رنا من قناة كرافتس باي مس ويف. هيدا الفيديو بدنا نشتغل هيدي الدريم كاتشر، حلوة كتير. نزين فيها الحيط عنا بالغرفة، بغرفة الشغل اللي بنشتغل فيه الاستوديو، ففينا نعلقها وين ما بدنا على مدخل البيت. يعني انت وين بدك تعلقيها بتعلقيها، بتعطي هيك ريفرش يعني للجو بشكل عام. انا كتير بحبهم، فعملت هيدي لغرفة بنتي، فبدي اعمل هلأ وحدة وبعلقها عندي هون بالاستديو يعني، وسريعة وما بدها يعني شغل ابدا، والنتيجة كتير حلوة. انت فيك تزينيها مثل ما بدك. انا حزين قدامك وانت خدي الفكرة وزينيها انت مثل ما بدك. حابة اشوف ابداعكم وتبعتولي كل الصور على الانستغرام، وتحت بالتعليقات تكتبولي هيك شي حلو. خلينا نبلش بالفيديو. الغراض اكيد الاساس بدنا هيدي الهوب او التارة، الديامتر تاعيتها 10 سنتي 10 سنتي. اذا بدك اياها اكبر انا بس اشتغل قدامكم الباترون بقلكم كيف تكبروا، بس هلا انا الباترون اللي حاشتغله مناسب ل ديامتر 10 سنتي، والخيط ديكي تقريبا. حاشتغل بخيط هابي بيبي، فيك تشتغلي بكوتون جولد لانه متوفر يعني عند الكل. حاشتغل بأليز هابي بيبي لانه ما عندي لون ابيض من الكوتون جولد خالص. فحاستخدم معه سنارة 3 ملم. بدنا ابرة تنظيف لان اخر شي بدنا نخيط شوي. بدنا مقص، جلو جان. هلا للتزيين مثل ما شايفين عندي هون ريش، نحط هيك ريش. يعني هي الدريم كاتشر او لقطة الاحلام حلوة بالريش، ما بعرف ليه. فحط ريش. عنا هول الريبون، حطيت هيك هول الالوان الفاتحة، هيدا هيك شفاف، هيدا ابيض. عندي هيدا الخيط المميز، هو ذهبي وهيك يعني حلو، جبته من الكرافت ستور، فحابة احط هيك كم خصلة كمان. هاي بالنسبة للتزيين، انتو فيكن تزينوا مثل ما بدكن. فحخلي هلا هول على جنب. هلا حنشتغل هون الباترن، ونرجع بعدين نعلقه على الهوب. فحط كل شي على جنب ونبلش بالفيديو. اول شي بدنا نعمل دائرة سحرية، وبقلب الدائرة السحرية بدي اشتغل 12 عمود بلفة. بس اول عمود حنعمل 3 سلاسل للارتفاع حنحسبه. هلا يعني بدي اعمل 11 عمود بلفة بقلب الدائرة السحرية. هي 11 مع 3 سلاسل بيعتبر بمثابة عمود، يعني مع 12 غرزة. حاليا حسكر الدائرة السحرية وحاختم بمنزلقة بثالث سلسلة. هيدا الشكل. هلا هيك انتهينا من الدور الاول. الدور الثاني حارتفع 5 سلاسل، وهن حيكونوا بمثابة عمود بلفة و2 سلسلة. 5 سلاسل، 3 سلاسل للعمود بلفة، وسلسلتين اللي هي حتكون بين العواميد بلفة اللي حنعملهم بتكرار. يعني هلا بالغرزة الثالثة حاعمل عمود بلفة، 2 سلسلة. هيدا هو التكرار، عمود بلفة 2 سلسلة، عمود بلفة 2 سلسلة ل 12 مرة، يعني لا يخلصوا معنا العواميد بلفة يلي من الدور الأول. آخر شي بدي أعمل 2 سلسلة واختم بمنزلقة بثالث سلسلة. مش عملنا أول شي 5 سلاسل، بثالث سلسلة حنعد 1 2، بالثالثة حفوت وأعمل منزلقة. هيدا الشكل مع 12 عمود و12 فراغ. حاليا فراغ 2 سلسلة. هلا حارتفع سلسلة وحدة، ننتقل نعمل الدور 3
وحروح للفراغ واعمل منزلقة. هلا انا بالفراغ. هلا حارتفع 3 سلاسل وهن حيكونوا بمثابة عمود بلفة. هعمل كمان 2 سلسلة، يعني ارتفعنا 5 سلاسل، 3 للعمود بلفة و2 سلسلة للفراغ اللي حنكونه بنفس المكان. هنعمل عمود بلفة. هنعمل هلا 2 سلسلة. هلا بدنا نعمل عمود بلفة بس بالفراغ التالي. هيدا الشكل. فراغ حيكون فيه عمود بلفة 2 سلسلة، عمود بلفة 2 سلسلة، حنكررها مرتين للعمود بلفة 2 سلسلة. بالفراغ اللي بعده حنعمل عمود بلفة 1 2 سلسلة. هلا حكمل، حاشتغل التكرار قدامكم. عمود بلفة 2 سلسلة، عمود بلفة بنفس الفراغ. هاي عمود بلفة 2 سلسلة، عمود بلفة 2 سلسلة. اوكي. بالفراغ التالي حاعمل عمود بلفة 1 2 سلسلة. هيدا الشكل. هيدا التكرار. عمود بلفة 2 سلسلة مرتين بدي كررهم بنفس الفراغ، بنتقل برجع للفراغ التالي وبعمل عمود بلفة 2 سلسلة. هكمل حتى ما حدا يضيع. عملت عمود بلفة 2 سلسلة بنفس الفراغ، حارجع اعمل عمود بلفة 2 سلسلة. هنتقل للفراغ اللي حده التالي، هعمل عمود بلفة لحاله 2 سلسلة. هيك لنهاية الفراغات كلها. هلا عم كرر. اخر شي ليكون شغلنا صحيح، اخر فراغ حيكون فيه عمود واحد بلفة 2 سلسلة. حعد تالت سلسلة وفوتوا اعمل منزلقة. وهيك بنكون خلصنا مع بعض الدور 3. خلصناه. هلا ننتقل نعمل دور 4. هرتفع سلسلة وحدة واعمل منزلقة بالفراغ التالي. هلا الدور الرابع كتير سهل. حنرتفع سلسلة محل ما نحن واقفين بالفراغ، وبنفس المكان حاعمل غرزة حشو. هارتفع 6 سلاسل. هاي 2 3 4 5 هاي 6. هروح للفراغ التالي واعمل حشو. هذا الشكل. هكرر 6 سلاسل حشو بالفراغ التالي. هيدا هو التكرار. هنعمل حشو بالفراغ 6 سلاسل، حشو 6 سلاسل لنهاية الدور الرابع. آخر شي هعمل 6 سلاسل. هعمل منزلقة بغرزة الحشو، بأول غرزة حشو نحن عملناها. هيدا الشكل عنا. هلا بالنسبة للمقاس يلي أنا حاشتغله، بعد حأعمل دور 5 ووقف. إذا أنت عندك الهوب أكبر حتكرري هيدا الدور ال5 وبيشبه الدور الرابع. حتكرر الدور ال5 بس دايما حتعملي تزايد. هلا بقلك كيف. خلصنا الدور الرابع، ننتقل للدور ال5. حأعمل منزلقات 2 لأوصل لثالث سلسلة. ما هون عملنا 6 سلاسل، فأنا بدي ضلني عم بعمل منزلقات. هأعمل منزلقات 2 حتى أوصل تقريبا للغرزة أو السلسلة التالية، حفوت فيها وأعمل منزلقة. اوكي. هلأ مستعدة بلش الدور 5. هأعمل سلسلة وحدة وبنفس السلسلة المكان هأعمل غرزة حشو. هيدا الدور والأدوار إذا بدنا نكبرها كتير بيشبهوا بعض. هنزيد سلسلة وحدة. هون كنا عم نعمل 6 سلاسل، هلا بدنا نعمل 7 سلاسل، وإذا بدك تكبريها بعد بتصيري تعملي 8 سلاسل.
تكبريها بعد 9 سلاسل. اوكي، يعني عرفتوا شو قصدي؟ كل ما بدك تكبريها اكبر انت حسب الطاره اللي عندك اياها حتزيدي سلسله صيره بكل دور جديد انت عم تطلعي فيه. فهلا حنعمل 7 سلاسل، 2 3 4 5 6 هاي 7، وبثالث سلسله فيك تفوتي فيها وفيك تعملي حشو بالفراغ هيك. هنكمل، حكرر 7 سلاسل، هاي 7، فيك تعد 3 1 2 3 وتفوتي بالسلسلة تعملي حشو. هنكرر، هاي 7 سلاسل حشو، 7 سلاسل، وهكذا حتى نوصل لمحل ما بدأنا. آخر فراغ عملنا فيه حشو هعمل 7 سلاسل عفوا، هفوت وأعمل منزلقة بغرزة الحشو. هيك خلصت أنا. بالنسبة لإلي هوقف هون. دايما حنترك يعني مجال، هي منا واصلة لمزبوط بس أنا بدي أترك مجال لأن بدي شدها، فبدي إياها هيك تكون مشدودة. فأنتوا دايما اشتغلوا وقبل ب2 سنتي ما تدقر بالطارة وقفوا. يعني أنا ما في داعي هلأ لأن مش واصلة للطارة اشتغل دور فكر، لا الخيط حيمط معنا بس بدنا نحنا نخيطه بالطارة. اوكي، فهلا هقص، هعمل سلسلة وحدة، هقص الخيط. ما بعرف قديه حقلكن انتو حسب قديه معكن الطارة، قصوا تقريبا هالقد. بعتقد كتير هون، كتير، خليني هالقد منيح. هاسحب. هلا قبل ما لف الخيط بدي غطي الطارة عندي. فيك تغطيها بريبون هيك، تلفي ريبون. فيك الخيط هو ذاته اللي عم تشتغلي فيه تلفيه عليه، فانت فيك تعملي شو ما بدك. انا هحط الخيط، هغطيها بالخيط. فيك تحطي تلزيق وتلزقيها، فيك تعملي عقدة. هضل هيك لف لحتى غطي الطارة. خلصت. هلا هحط نطفة من تلزيق وسكرها. بلشوا يطلعوا. هحط نقطة صغيرة دايما، بس بدنا نشيلهم بشي معدن حتى يضلون شفافين الجلو، وما يصير هيك مش شفاف، بصير كتير مبين. غطيتها. هلا حجيب القطعة، حقص هيدا الخيط يلي من الماجيك رينج. في طريقتين فينا نخيط وفينا نثبتها بتلزيق. اول شي هلا نحن نهينا عند غرزة الحشو، هانتقل بالابرة واعمل هيك فوت فيها لعند ثالث سلسلة، لان نحن بدنا نشبك عند السلاسل هيك عند ثالث سلسلة بدنا نشبك.
ففينا هيك ونفوت، نلفها ونفوت ونخيط بهذا الشكل. فينا نعمل عقدة، هعمل عقدة تانية. أهم شي تعملوا العقد مظبوطة. كمان من الخلف هيك تفوتوا بقلب الخيط يلي لفيناه عالطارة لعند ما توصلوا لعند هون. يعني انتو بتحددوا قديه. بعد بدي شوي بوصل لهون. هلا وصلت. هلا فوت بثالث سلسلة واعمل عقدة هيدا الشكل. طريقة تالية هي انه نستعمل الجلوغان. بصير نحط هيك نقطة ونلزقها. هاي مناسبة للمبتدئات على الاخر، وبتوفر وقت وشغل. بس بدكم تنطروها لتنشف شوي عشان تضل ثابتة. مثل ما شايفين كيف شدت معنا. فانتوا اذا عندكم الطارة اكبر من هيك ففيكم انتوا تزيدوا مثل ما قلت، تصيروا تعملوا 8 سلاسل 9 سلاسل. هلا بدنا نعلق عليها هول الريبون. هلا في طريقتين مثل ما شايفين هون. عاملة عقدة انا نوت عادية اللي بنستخدمها بالمكرمة، وفينا نلزقهم من الخلف وهن ينزلوا لحالهم. هلا انا لانه هحط من هول الريبون هعمل وحدة طويلة لانه بدي اعمل لها عقدة. انتو الطول اللي بدكن اياه. من الخلف هندخلها ونرجع ناخد هول هيدا الشكل. فيكن هيك كلهم تربطيون وفيكن تلزقون، يعني شي هيدا بيرجع لإلكن. اذا حطيت هيدا اللون طيب. هلا انا بشوف قد ايه بدي اقصر هول وبقصر. هلا بدي اعلق ريشة
فهول الريش حلزقهم على الريبون. هعلقها وارجيكم اياها. صحيح اخر شي للتعليقة فينا نجيب شقفة ريبون قصيرة نعملها بهيدا الشكل، ومن الخلف نحط نتفة جلو تكون هيك على السنتر، ونحط هيك ريبون. وفينا نعمل شي 8 سلاسل. هنقص الزايد. فينا نعمل 8 سلاسل بالكروشيه مثل ما انا هون عامله ونشتغل، بس هيدي اسرع. وهيك خلصت معنا. هعلقها وارجيكم اياها كيف شكلها هي ومتعلقه. وهيك بكون خلص معنا الفيديو لليوم. ان شاء الله تكونوا حبيتوا. هاي يلي عملتها قبل، وهاي يلي عملناها مع بعض بالفيديو. ما تنسوا تشتركوا بالقناة اذا بعدكم جداد، وتعملوا لايك للفيديو وتنشروه. كتير مهم تنشروا الفيديو وتعملوا هول الاشياء، كتير بتدعم الفيديو والقناة بشكل عام. وانا بدي اتشكر وحدة فيكم طبقت هول الكم شغلة اللي هن بالنسبة يعني للبعض انهم منهم مهمين، بس هن كتير مهمين لليوتيوب وللفيديو. فاذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشاركوا الفيديو وانسخوا الرابط يعني، وشاركوه على الجروبات يلي انتو فيها، وعلى الفيسبوك، على الانستغرام. تابعوني على الانستغرام. من هلأ للفيديو الجاي بدي اقولكم ضلوا بخير يا رب. باي باي.